الناس اللي هتبقى معانا ان شاء الله السنه دي في تجاره انجليش حلوان. انا يوسف زميلكم في الفرقه التانية ودفعه 2022 ثانويه عامه. الفيديو ده جاي اقول لكم ازاي الدكاتره يعني تكون راضيه عن مستواك واخطاء انا عملتها الصراحه، فجاي اقولها لكم عشان ما تكرروهاش. الاول اقول لكم ان الدكاتره في الكليه بتتعامل معاك على مستوى الشغل بتاعهم بس، ملتزمين بشغلهم، ما بيخلقوش مع حد عداوة ولا مشاكل، محدش بيميز حد عن حد، بيجوا يعملوا شغلهم ويروحوا بس كده. بس في حاجات بقى بتضايقهم وممكن تكون سبب كبير جدا ان انت ما تاخدش اي بونص في اعمال السنة. اول حاجة ان انت ما تبقاش متفاعل في المحاضرة. يعني مثلا لو الدكتور وجه سؤال للكل ولقاكم كلكم متنحين ومحدش بيجاوب على السؤال، فممكن يلغي المحاضرة جدا ويطلع بره ويقول انا كده بالنسبة لي الشابتر ده اتشرح او الجزئية دي اتشرحت، وتضطروا بقى ان انتوا تتصرفوا مع نفسكم وتذاكروها مع نفسكم. فلازم تحسسه ان انت متفاعل معاه حتى لو انت مش فاهم، لازم تحسسه ان انت سامعه مهتم ليه هو بيقول ايه. ترد على اي سؤال بيقوله حتى لو ما فهمتوش، تقول له ان هو يوضح لك السؤال وتجاوب عليه. تحسسه ان انت مهتم هو عايز يوصل لك ايه وتتفاعل معاه، ما تبقاش قاعد باصص له بس، لان هما بيكرهوا كده. ولو لقوا كل اللي قاعدين في القاعه متنحين ومحدش مهتم فبيطلعوا بره وبيلغوا المحاضره. انا كان كل الدفعه بتاعتي وقتها كانت بتقعد في المحاضره متنحه، ده عشان خارجين من ثانويه عامه متنحين طبعا وطاقتهم خلصانه، فكانوا بيقعدوا في سنه في القاعه او المدرج قاعدين باصين للدكتور بس، ومش بيتفاعلوا معاه باي كلام ولا اي سؤال ولا اي حاجه. فكانت دي حاجه في اول ترم كانت مضايقه كل الدكاتره هناك. بعدين في الترم التاني بدأوا بقى ان هما الطلبة يعني يتفاعلوا مع الدكاترة، دفعتي انا، لان كان الترم الاول كانت الدكاترة متضايقة منهم جدا بسبب ان كلهم بيبقوا قاعدين ساكتين. يبقى اول حاجة زي ما قلنا كده التفاعل مهم جدا جدا. تاني حاجة ما ينفعش نهمل اي assignment اي دكتور يطلبه او اي كويز معين مطلوب منك، سواء هيتعمل اونلاين في البيت او هتيجي تعمله في الجامعة. انسى خالص اعمال السنة لو ما حضرتش اي كويز او ما عملتش اي assignment خالص، يعني طول الترم ما بتعملش اي assignment ولا بتحل في كويزات مع الدكاترة، فانت خلاص انسى ان انت تاخد اعمال السنة بتاعت الجزئية دي. تالت حاجة اوعى تستهون بالدكتور اللي مش بياخد حضور او غياب. يعني في مادتين كده في اول ترم في ناس بقى بتهمل في مذاكرتهم للسبب ده، ان هو ما بيحضرلهوش المحاضرة سواء القانون او المادة التانية. طبعا احنا هنتكلم في فيديو عن كل المواد وايه اللي هي المواد اللي يعني ما عليهاش اعمال سنة والمواد اللي ليها اعمال سنة. بس هما في مادتين بس ملهمش اعمال سنة ومنهم القانون. في ناس كتير ما كانتش بتحضر في محاضرة القانون نظرا لان هي ما عليهاش اعمال سنة وجابت درجات كتير وحشة، وفي ناس شالت القانون علشان ما حضرتش بس المحاضرة، لان الدكتور كان منبه ان كل الامثلة اللي هو بيقولها جوه المحاضرة او طريقة شرحه والناس اللي بتكتب وراه شرحه هي دي اللي هياخد بيها الدرجات مع الكلام اللي في الكتاب. ففي ناس راحت اشترت ملازم من بره واشترت ملازم من مكاتب ودخلت هبدت كل اللي موجود في الملزمة وطلعت شالت القانون. فبلاش تغلطوا الغلطة دي في مادة القانون والتزموا بكلام الدكتور. بلاش يعني في القانون بالذات بلاش تذاكروا من شتات بره المحاضرات وبره كلام الدكتور جوه الجامعة. رابع حاجة ما ينفعش نبقى في قلب المحاضرة وحضرتك او حضرتك في بقنا البانة، او قاعد مثلا مع صاحبتك او زميلتك بطريقة مستفزة، يعني قاعدين لازقين في بعض وبشكل ملفت، بتضحك او قاعد بتهزر مع اللي جنبك او قاعد نايم او قاعد بتاكل. كل الحاجات اللي احنا عارفينها دي حرفيا لو عملتوها انتوا الدكاترة هتقومكم، هتعمل منكم فرح مهزقة، يعني بجد هتزدفوا في قلب المدرج. كمية تهزيق بقى ما اقولكمش. الكارنيه هيتاخد، البطاقة ممكن تتسحب، ممكن كمان يعملوا مذكرة او شكوى فيكم عند عميدة الكلية. ما ينفعش تجيب زميل ليك من كلية تانية تدخله يحضر معاك في المحاضرة، لان لو عرف ان هو مش معانا في الكلية برضو ده غلط وممكن يتعمل فيك شكوى وفيه برضو. مسموح انك تشرب مية، مسموح انك تقعد جنب زميلتك او صاحبتك بس بحدود.
بلاش تبقى بجح، بلاش ترد على حد او يعني على حد اللي هو ده الدكاترة، يعني بلاش ترد عليهم، بلاش تبقى بجح معاهم، بلاش تستفزهم. تجنب كل المشاكل دي عشان تعدي اول سنة كده بسلام من غير اي مشاكل. خامس حاجة بقى وهو التحضير للمحاضرة الجديدة. انا السنة اللي فاتت كنت بشوف دكاترة كتير جدا بتتبسط لما تلاقي واحد من ضمن 100 واحد بيبقى هو جاي قاري المحاضرة اللي هي لسه هتتشرح. بيبقوا مبسوطين جدا لما يسألوا سؤال فيها ويلاقوا ان في حد مجهز لها. يعني في دكاترة كتير كانت بتعمل كده قبل ما تبدأ في المحاضرة، بتبدأ انها تسأل فيها على اساس يعني ان انت جاي مجهز ايه اللي هيتقال. طبعا في ناس كتير ما بتبقاش عامله الموضوع ده، يعني مثلا 2 3 بالكتير اللي بيبقوا مجهزين او قاريين المحاضره الجديده بتتكلم عن ايه، فالدكاتره بتبقى مبسوطه منهم. وفي دكاتره بتديهم درجات اعمال سنه زياده يعني، حتى لو هما ناقصين في حاجة فبيرفعوهم في اعمال. طبعا احنا هنعمل فيديو ازاي نجهز قبل المحاضرة، وازاي اصلا نترجم لو في حاجات مش فاهمينها هنترجمها من خلال الابليكيشن ايه او نعمل ايه. ولو في دكاترة مش قادرين ان احنا نفهم منهم جوه الجامعة هنعمل ايه. كل ده هتابعه معاكم بالتفاصيل في فيديوهات تانية، وطبعا في قناة التليجرام اللي هسيبها لكم في صندوق الوصف. بس كده في الاخر لو التزمتوا بالحاجات دي محدش هيستقصدكم، محدش اصلا بينه وبينكم مشاكل. يعني هو الدكاترة دول مش قرايبنا ولا في ما بيننا وما بينهم عداوة، هو دي ناس جاية بتمارس مهنتها وماشية. فبلاش خوف وتوتر منهم، هم يعني مش هيعضوك، هم بيعملوا شغلهم. فانت ما تبقاش ترخم عليهم. يعني هم شوف بقالهم كام سنة واقفين نفس الوقفة، ممكن تلاحظ ان هم في يوم مش طايقين نفسهم، في يوم مبسوطين، لان ده الطبيعي. يعني خلاص زهقوا من الروتين. حط نفسك مكانهم، لو انت بتعمل نفس الروتين كل يوم، بتيجي بقالك 20 سنة بتقعد قصاد طلبة وتشرح بس، يعني حاجة مملة برضو. من حقهم ان هم يزهقوا شوية وشوية يبقوا كويسين. لكن هم ما عندهمش مشاكل مع شخصك انت، ما عندهمش عداوة مع شخصيتك انت، يعني ان هم مش فيهم يعرفك اصلا. لحد دلوقتي في الجامعة ما شفتش اي دكتور بيستقصد حد يعني من غير هدف كده، اللي هو يلا انا هستقصدك انت عشان انت شكلك مضايقني. لا، مفيش كده. هو المهم نلتزم بالحاجات اللي انا قلتها ومش هتلاقي حد هناك خالص بيضايقكم. بس كده يا جماعه. وطبعا الحاجات السلبيه اللي انا قلت ما تعملوهاش، هتخلي علاقتكم الدراسيه مع الدكاتره مش حلوه خالص. في بقى دكتور معين لو انتوا عملتوا حاجه واحده من الحاجات السلبيه اللي انا اتكلمت فيها دي لو اتعملت هتضايقهم، الدكتور ده بالذات ممكن يضايقكم جامد. طبعا هو من حقه يعمل اي حاجة هو عايزها في اعمال السنة. طبعا انا مش هقول هو راجل ولا ست ولا هو اصلا دكتور مادة ايه، انتوا لما تروحوا هتعرفوه من نفسكم. مجرد ما تشوفوه كده او تشوفوها هتعرفوه او هتعرفوها من نفسكم. بس بجد هو من الناس اللي بتعمل شغلها بضمير، ومن الناس اللي داخلة تشرح اللي هو انا داخل مش ههزر، انا داخل اشرح بجد، داخل اعمل شغلي واخرج. ربنا يوفقكم. عايز اقول لكم ان مهم جدا تكونوا على قناه التليجرام اللي هسيبها لكم في صندوق الوصف، وهسيبها لكم في اول تعليق مثبت. القناه دي لطلاب تجاره انجليش حلوان بس، محدش من عين شمس ولا حد من بنها ولا اسيوط، ولا الاقي حد داخل فيها وبيسأل على حاجة، لان انا ما عنديش معلومات عن حاجة غير جامعة حلوان، تمام؟ عشان بس ما اديش لحد معلومات غلط. فهسيب لكم قناة التليجرام وجروب الواتساب، لو دخلتوا على قناة التليجرام هتلاقوه، علشان لو في اي سؤال الجروب ده بندردش عليه. الجروب ده هننزل عليه اي حاجة تخص الكلية، فلازم تكونوا موجودين عليه جروب الواتساب، علشان هيفضل موجود طول ال4 سنين. هنرجع عليه في اي حاجة تخص الكلية، اي حد مش فاهم جزئية معينة نساعد بعض فيها. شكرا جدا لو كملتوا الفيديو الاخر. طبعا ما تنسوش انكم تحطوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة.